أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير وفرح وسرور. طبختي لليوم إن شاء الله هي مقلوبة زهرة. مين زيي بيحب يحط مع الزهرة أحيانا يعني حبات بطاطا. أنا حطيت حبة بطاطا، يعني حبة بطاطا مع الزهرة. في ناس بتحبها بالمقلوبة، مقلوبة الدجاج. هلأ قليتها للزهرة مثل ما بتشوفوا أحبتي، وحمرتها وستويتها وما شاء الله عليها. هي زهرة بلدية، هلأ موسمها، اغتنموا هلأ موسم الزهرة البلدية لأنه وقتها، واعملوها إن شاء الله رح تتهنوا عليها بإذن الله. وبالنسبة للرز نقعته وجهزته وحطيت عليه بهارات المشكلة، حطيت عليه فلفل أسود، حطيت عليه شوية قرفة، وحطيت عليه بهار قهوة. طبعا يعني يا إما بتحطوا كم من حبة بهار قهوة اللي هو الهيل، بتفتحوها، أو بكون عندكم ناعم بتحطوا تقريبا ربع معلقة كافي، يعني بيكون على 4 كوبايات من المج رز. وبتحطوا كمان هيل على الدجاج وهو بنطبخ بنسلق. هلا طريقة السلق تاع الدجاج له طريقتين. في طريقة إنه باحط سمنة بالطنجرة، معلقتين سمنة، وباحط بعدين عليها الدجاج، وباحط عليها بصلة باقطعها جوانح، وباحط عليها البهارات وباخليهم يتقلوا كتير منيح مع بعض لعند ما تنشف ميتهم. وبس تنشف مية الدجاج باحط عليهم لترين مية مغلية، لازم تكون مي مغلية لأنه الدجاج كمان سخن كتير. السخن مع السخن باللحوم، والبارد مع البارد أحبتي. هلأ إذا حبيتوا تحطوا الدجاج مثلا تسلقوه بطريقة تانية، وبتركه على النار زي ما تقولوا حوالي ساعة وربع، خليه لعند ما يستوي يتنهنى. بعدين بحط الرز بقاع الطنجرة بعد ما أحركه بالمطيبات والتوابل، وبحط طبقة الدجاج، وبحط طبقة الخضار اللي بتشوفوها اللي أنا عملتها، وبعدين طبقة الرز، وبحط بعدين مرقة الدجاج على المقلوبة بصفيها طبعا، لأنه بيكون فيها بصلة وشوية بهارات وأشياء زي هيك. بتتصفى كتير منيح المرقة، بتكون نضيفة مثل المية الحنفية. بتتصفى، وبنحط على الرز مية بترتفع فوق الرز عقلة إصبع، بس أحبتي عقلة إصبع. وبعدين إذا احتجنا كمان مي بنشوف بنحط كمان نص كاسة كاسة اللي بيحتاج لعند ما يستوي. بخليه يطبخ أول إشي على نار عالية، بعدين بوطيه وبخليه مع بعضه حوالي نص ساعة لعند ما تستوي بس. والدجاج بكون مستوي طبعا. في طريقة تانية لسلق الدجاج إنه بحطه بمية من مية الحنفية، هو بارد والمي باردة، بحطهم مع بعض، وبعدين بخليهم ينطبخوا لما يغلي، وبقيم الزفرة. طبعا على الجهتين تنقام الزفرة هاي اللي بتطلع فوق وبتنكب. وبعدين بحط عليه التوابل والبصلة وهاي الأشياء. عندكم طريقتين، ولما تجهز بتقلبوها، واعملوها بالطنجرة اللي ورجيتكم إياها اللي بتكون الألمنيوم الكبيرة اللي ما إلها إيدين. هاي أطيب طنجرة للمقلوبة. وتتغدوا بالهنا والعافية. لا تنسوني من الاشتراك والمتابعة. أنا إن شاء الله كل طبخة بعملها بضلني أشرح عليها عشان تتبعوا الخطوات كتير منيح، وتتبعوا زي ما بحكي لكم الخطوات، تطلع معاكم الطبخة كتير كتير طيبة. وبالهنا والعافية.